عزيزي المستمع، الفيديو اللي فات اللي انت اتفرجت عليه والفيديوهات اللي بتتعرض دلوقتي مش معمولة بالذكاء الاصطناعي ولا شغل السينما، انما ده اللي بيحصل دلوقتي في مدينة لوس انجلوس واماكن تانية في امريكا. وناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده في السوشيال ميديا. الحرائق دي مش بس مأساة ضخمة، لكن لازم لما نشوف حرائق شبه دي لازم نفكر في قدرة ربنا انه قادر يغير اي شيء في لحظة. مهما كنت قوي، مهما كنت كبير، قادر يهد ده في ثانية. فكل نقدر نقوله الحمد لله. وعايز اقولك اتأكد انك عامل سبسكرايب لو انت مش عامل، علشان تتابع كل التطورات في الموضوع ده او اي قصه جديده هنزلها باذن الله. اول حاجه خلينا نبدا من الاول خالص. في الاسبوع اللي فات غابات ضخمه ولعت في مناطق حوالين لوس انجلوس وكاليفورنيا بشكل عام، ودي حاجه للاسف مش جديده على المنطقه دي، لان كاليفورنيا معروفه انها بتتعرض لحرائق غابات بشكل متكرر كل سنه بسبب الجو الحر والجفاف والرياح القويه وعوامل تانية كتير هنبقى نتكلم عنها باستفاضه في فيديو لوحده. طب ايه اللي حصل؟ في اكتر من حريق ولعوا في اماكن مختلفه في المنطقه، والموضوع بدا ينتشر بسرعه بسبب الرياح اللي زودت النار وخلتها تتحرك بمسافات اطول. البيوت اتحرقت والغابات اتدمرت، واكتر من 30 الف بني ادم اضطروا يسيبوا بيوتهم ويهربوا من المناطق الخطيره. كمان الحرائق وصلت لاماكن قريبه من الطرق السريعه، وده كان سبب في عطل كبير في حركه المرور وخلى الناس تواجه صعوبه في الهروب. التقارير بتقول ان الحرائق دي اثرت على اكتر من 100 الف فدان في مناطق مختلفه، وفي بعض المناطق فرق الاطفاء قدرت انها تحتوي الحرايق بنسبه 50%. والمشكله هنا مش في الحرايق، المشكله في الدخان اللي بيأثر على جوده الهواء في المناطق القريبه وخلى الناس تعاني من مشاكل في التنفس. كانوا بيقابلوا مشكله في الهروب بسبب الدخان. نيجي بقى للسؤال المهم، هل الحرائق دي فعل فاعل؟ في البدايه كان في تساؤلات عن الموضوع ده بشكل كبير. السلطات بدات تحقق عشان تعرف السبب الحقيقي. بعض التقارير بتقول ان في احتمال انها بسبب الاهمال، زي رمي العاب السجاير في الغابات او استخدام ادوات قابله للاشتعال في الاماكن الجافه. واحد فيكم يسمع الكلام ده يقول لي عقاب سجاير؟ اقول له ما تستهونش بالسبب مهما كان صغير، لان في 1871 في مدينه شيكاغو يقال ان في بقره وقعت مصباح زيت في حظيره صغيره، وده ادى ان الحظيره والمزرعه كامله ولعت. وبسبب الرياح والمباني كانت ساعتها مصنوعه من الخشب، انتشر حريق في مدينه شيكاغو كامله، وده ادى لحادثه كبيره اسمها حريق شيكاغو العظيم. فما تستهونش بالسبب مهما كان صغير. وفي الناحيه الثانيه بقى في تقارير بتقول ان في ناس بتتعمد اشعال حرايق لاغراض معينه، زي ان هم يوسعوا الاراضي الزراعيه او حتى انهم يدمروا الارض عشان تتباع بسعر منخفض. ده غير ان في شائعات بتقول ان الحرائق بتستخدم كأداة سياسية او اقتصادية، وده بيخلي الموضوع معقد اكتر علينا. لحد دلوقتي التحقيقات لسه مستمر، لكن في مؤشرات ان جزء من الحرائق كان بسبب عوامل طبيعية زي البرق والطقس الجاف اللي مشتهر بيه المنطقة دي اصلا. ومع ذلك في حرائق تانية السلطات شاكة انها بفعل فاعل اصلا. الشرطة بتستخدم تكنولوجيا متطورة زي الدرونز وكاميرات المراقبة عشان ترصد اي انشطة مشبوهة في المناطق دي. طب ليه الحرائق دي بتحصل؟ خلينا اوضح لكم حاجه، وهي ان كاليفورنيا بالذات بتعاني من مناخ حار جدا في الصيف والمطر قليل جدا، وده بيخلي الغابات جافه جدا وسهله للاشتعال اصلا. بالاضافه لده كله تغير مناخي زود المشكله، لانه خلى الصيف اطول ودرجات الحراره اعلى. كمان في مشكله تانية، وهي ان بعض الناس بتزرع نباتات قابله للاشتعال في المناطق القريبه من الغابات دي، وده بيزود خطر الحرائق. طب هل في ناس اتاذوا من الموضوع ده؟ للاسف لان الحرائق دي مش بتدمر الطبيعه بس، لكنها كمان بتهدد حياه الناس. في الاف الناس اضطروا يسيبوا بيوتهم، وفي تقارير على حالات وفاه بسبب الاختناق او الاحتجاز في وسط النار. بالاضافه لكده الحيوانات البريه في الغابات اتضررت بشكل كبير جدا. الحكومه في كاليفورنيا اعلنت حاله الطوارئ، وفرق الاطفاء والانقاذ شغاله بكل طاقتها النهارده علشان تطفي النار وتساعد الناس اللي اتضررت. كمان في منظمات خيريه زي الصليب الاحمر بتنظم حملات لجمع التبرعات وتقدم مساعدات للمتضررين. ودلوقتي بيستخدموا طيارات هليكوبتر لرش الميه والمواد المقاومه للنيران عشان يحاولوا يحجموا الكارثه. وفي النهايه اللي حصل في لوس انجلوس واماكن تانية في امريكا ده ما خليناش ننسى اخواتنا المستضعفين اللي العالم كله نسيهم، وبيحصل فيهم حاجات أسوأ من اللي بتحصل في أمريكا دلوقتي. وأحب أقول لك ربك يمهل ولا يهمل. كان معكم مصطفى من قناة مصطفى فيتش. سلام.